كلنا بيجي علينا اوقات وبنزهق من الفراخ واللحمة، وبنكون عايزين اكلة شعبي كده حلوة ولذيذة تفتح نفسنا تاني على الاكل. النهاردة هنعمل مع بعض الكشري الاسكندراني، او الكشري اللي بالعدس الاصفر، او الرز بالعدس الاصفر، على حسب ما كل واحد بيسميه. اكله سهله وبسيطه وحلوه قوي قوي، وتفتح النفس جدا جدا. وهنعمل كمان معاها شويه طماطم مخلله سريعه كده، وان شاء الله لو جربتوها تعجبكم. يلا اعملوا لي لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن. اول حاجه كده جبت معايا بصلتين وقطعتهم جوانح من الجنب، وبدرتهم كويس قوي بالدقيق. اهم حاجه نغلفهم بالدقيق على مرتين، علشان اول مره الدقيق بيمسك فيها قوي، تاني مره بتتبدر والدقيق بينشفها. بعد كده نزلت بيهم في الزيت على مرتين. ما نحطش كميه كتيره علشان البصل يبقى مقرمش. لو حطينا كميه كبيره في الزيت البصل هيطرى معانا. وكمان ما نقلبش اول دقيقتين كده، نسيبه على نار عاليه اول دقيقتين، ما نقلبش خالص، عشان لو قلبنا الدقيق كله هينزل في الزيت. وبعد كده بنستمر في التقليب بقى بعد الدقيقتين لحد ما يوصل للون اللي احنا عايزينه ويطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا واضح جدا ان هو مقرمش. هركنه بقى على جنبه وهنجهز الرز بتاعنا. جبت الزيت بتاع البصل، انا نزلته كده من الطاسه، والدقيق كان قاعد في القعر يعني بتاع الطاسه. نزلت كده الزيت في حله معايا، وهنزل بقى ب3 كوبايات رز مصري، وعليهم 1.5 كوبايه من العدس الاصفر مغسولين كويس جدا جدا، لحد ما الميه بتاعه الرز والعدس تبقى شفافه تماما، علشان الرز يبقى معانا مفلفل. وكمان كميه الزيت لازم تبقى مناسبه جدا او كويسه، علشان الرز يبقى مفلفل برضو معانا في الاخر. ضفت هنا التوابل، بس معلش الكاميرا فصلت. ضفت مكعبين من المرق، ومعلقه من الكاري، ومعلقه من الكركم، ومعلقه كبيره من الملح، وكمان معلقه من الكمون. شوحت كويس قوي البهارات مع الرز لحد ما شميت ريحتها، وبعد كده نزلت عليهم بميه مغليه زي الرز العادي خالص، يعني ما زودتش ميه خالص، لا، هي فوق الرز بتبقى بعقله اصبع كده. واول 10 دقايق كده سيبته يغلي، بعد كده وطيت النار لحد ما استوى. شايفين بقى مفلفل ازاي؟ مفلفل جدا جدا جدا، وطعم قوي، يعني مش قادره اقول لكم بصراحه كان طعم قد ايه. هنيجي بقى نعمل الطماطم المخلله. معايا فصين من الثوم، طبعا اللي انا بعمله ده ممكن نعمله في الهون. فصين من الثوم كده هفرمهم. بعد ما فرمتهم كده بالشكل ده ناعم، هنزل عليهم بعصير ليمونتين. بتحب الليمون والخل كتير مع الثوم بتبقى بصراحه روعه، ودي سريعه. ممكن كمان نضيف كزبره خضراء او بقدونس، بس انا ما كانش متوفر عندي، دي اختياري يعني، ممكن من غيرها تبقى حلوه قوي زي ما انا عملتها كده. وضفت معلقه من الملح ومعلقه من الكاري، وكمان شويه من الكزبره الناشفه، وكمان شويه من الفلفل الاسود، وشويه من الكمون. وبس كده، دي هي البهارات بتاعه الطماطم المخلله. بجد طعمها بيكون حلو جدا جدا. وكمان الطماطم من الخضروات اللي بتمتص التتبيله بسهوله، فبيبقى طعمها حلو قوي قوي. قلبتهم، وهضيف كمان كده معلقه كبيره خل، وكده تبقى التتبيله معايا جاهزه. معايا بقى حوالي 4 أو 5 طماطمات مقطعاهم كده ارباع زي ما انتوا شايفين، الكميه اللي انتوا عايزينها. وطبعا التتبيله ينفع تضعفوها على قد ما انتوا عايزين. وكمان شويه كده من الفلفل الحامي ضفتهم على الطماطم، وهبتدي ان انا اقلب ده كله كده مع بعضه كويس قوي قوي، عشان الطماطم تشرب كويس من التتبيله. وبس كده بقت جاهزه. هغطيها واسيبها في التلاجة لحد بقى ميعاد الغدا. سلقت بيض، وهنعمل بقى بيض مدحرج عشان بيليق قوي مع الاكله دي. وحطيت معلقه كبيره كده من السمنه، ونزلت بالبيض، واديت رشه من الملح، وكمان رشه من الفلفل الاسود، وبس لحد ما وصل للون الذهبي دوت. هنبدا بقى نغرف الطبق. شايفين الرز مفلفل جدا جدا، وبجد طعمه كان حلو وخفيف عن الكشري العادي اللي هو الكشري المصري. بيبقى الطماطم متسبكة، وبيكون حمص، والعدس كمان اللي هو اللي بجبة ده بيبقى تقيل عن العدس الاصفر. لا، دي اكلة خفيفة وحرشة وتفتح النفس بصراحة قوي قوي. وكمان حطيت كده على الوش من البصل المحمر اللي احنا عملناه، والبيض المدحرج اهوت.
بجد طبق حلو جدا جدا، ووجبة لذيذة وسريعة وسهلة، مخدتش وقت نهائي. وقدمت معاه بقى الطماطم المخللة، ممكن كمان تعملوا معاه بتنجان مخلل او سلطة عادية جدا، وهيبقى معانا بالشكل الحلو دوت. ان شاء الله تجربوه يعجبكم.